اول ما تشوفي عنوان الفيديو هتتوقعي ان احنا جايين نعمل مقارنة بين تورنيدو جولد الكوري وبين مكوة اباظة الكوري. لكن بالعكس، انا مش طالع بس ان انا اعمل مقارنة بينهم، انا كمان بستغرب ان اغلب الناس اللي بتيجي بتهتم وبتسأل عنها بتقول هي ازاي انتوا عارضين تورنيدو جولد ومكوة اباظة، دول من اعلى المكاوي الكوري في فرد البروتين والكيراتين، المكاوي اللي اغلب الكوافيرات بتشتغل بيها، بتستحمل ضغط وشغل كتير. الناس بتقول ان انتوا ازاي بتبيعوها بالسعر ده وهي اونلاين على اكتر من بيج اونلاين، صفحات كتير على الفيسبوك وانستجرام بتبيعها ب 1300 1600 وممكن اسعار اكتر من كده. المكوى تورنيدو جولد بتيجي في العلبة المعدن الصفيح، الاسم نفسه محفور على جسم المكوى، سلك دوار ودرجات حرارة مختلفة بتوصل ل5 مستويات للحرارة. تورنيدو جولد الكوري بتوصل حرارة ل 470 درجة، وأباظة بتوصل ل 750 فahrenheit. طبعا مفيش مقارنة بين درجة مئوية والفahrenheit، لازم انت بتحولي الفahrenheit لدرجة مئوية عشان تعرفي كام درجة مئوية. احنا هنا بنتكلم في أباظة عن 750 فahrenheit وفي تورنيدو جولد 470 فahrenheit. طبعا انت لو بنوتة بتحتاجي تشتري المكوة دي استخدام شخصي، مش بتفرق معاكي درجة الحرارة، لسبب لانه انت اقل درجة حرارة هتفرد معاكي شعرك حلو جدا، هتديكي لمعة حلوة للشعر، مش محتاجة ان انت تعلي في الحرارة بتاعتها. طيب هي ليه مستويات الحرارة بتوصل للدرجات العالية دي؟ المكاوي دي مكاوي بتستخدم في فرد الكيراتين والبروتين في شغل الكوافيرات، ده على المستوى الاحترافي كشغل بالمكوى، فعلشان كده درجات الحرارة بتاعتها عالية جدا، بتفرد بشكل سلس وبتدي لمعة حلوة للشعر. لكن لو استخدام عادي، استخدام شخصي، اقل درجة حرارة فيها تفرد الشعر وتدي لمعة حلوة جدا جدا. المكوى موجودة في محل ليلي سنتر بسعر مش هتتخيليه، لدرجة ان اغلب الناس لما بتسمع السعر بتقول ايه ده دي الكوبي المضروبة. لا، دي مش الكوبي المضروبة، كل المميزات اللي انت بتدور عليها هتلاقيها في المكاوي الموجودة في محل ليلي سنتر. وعلشان ما تبقيش بتاخدي الكلام مني انا بس، انا هحط لك دلوقتي ريفيوز للناس اللي استخدمت المكوى واتعاملت مع ليلي سنتر، سواء طلبتها من القاهرة او من المنيا او من صمالوط واي قرية تبع صمالوط. كمان غير الريفيوز الموجودة على الناس اللي اتعاملت مع ليلي سنتر وطلبت المكوى مننا، كمان هحطلك صور للمكوى احنا مصورينها بتوضح الصناعة ازاي هي مطبوع على جسم المكوى، مش لزق ولا ستيكر كده عادي، لا هي مطبوع عليها صناعة كوري، اسم المكوى نفسه محفور على جسم المكوى، ودرجات الحرارة كمان موضحة. خلينا نشوف. لو مهتمة تطلبي تورنيدو جولد الكوري الأصلي أو أباظة الكوري موديل 2022، تورنيدو جولد موديل 2021، سيبي كومنت وهبعتلك التفاصيل وهتلاقي المكوى بسعر تحفة. ناس كتير كمان من اللي بتهتم بمكوة أباظة الكوري أو تورنيدو جولد الكوري بيقولوا إنه المقاييس الأوريجينال، سواء هي الجراب بتاع المكوى أو نوع الفيشة، سواء كانت فيشة ثنائية أو فيشة ثلاثية، الكلام ده يعني مش هو ده المقاييس اللي احنا نشوف بيها هل المكوى اوريجينال او لا. طبعا المكوى سواء تورنيدو جولد الكوري او سواء اباظة بتيجي في الجراب على حسب الاصدار اللي بيطلع من المصنع. يعني في دول معينة زي دول خليجية، اللي سافر السعودية او غيره عارف ان هناك الفيش بيستخدموا فيشة ثلاثية، في دول معينة بتستخدم فيش ثنائية او ثلاثية، في دول بتستخدم فيشة ثلاثية فقط. علشان كده المصنع عن طريق دراسة السوق بيعمل لدول معينة فيشة ثلاثية على حسب استخدام الكهرباء فيها. الجراب مش بيختلف على حسب الإصدار. في سنة معينة الجراب كان موجود باللون جملي، في اسم مستورد من المستوردين في مصر موجود على الاسم المكوى الموجودة في ليلي سنتر والجراب بتاعها اسود. فمش هو ده المقاييس اللي نشوف بيها. اهم حاجة نركز عليها العلبة المعدن، الاسم المحفور على جسم المكوى، السلك نفسه سلك دوار، درجات حرارة 5 مستويات، والاسم او الصناعة يعني محفور او مطبوع على المكوى نفسه، مش ستيكر او لزق او غيره.